الدرس الأول: الغدة النخامية. تشمل الغدد الصماء في الإنسان الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدد جارات الدرقية والغدتان القذريتان وغدة البنكرياس والغدد الجنسية وغدد القناة الهضمية. تسمى الغدة النخامية بسيدة الغدد أو المايسترو، لأنها تتحكم في جهاز الغدد الصماء بأكمله عن طريق الهرمونات التي تفرزها وتؤثر في إفراز معظم الغدد الصماء. والغدة النخامية توجد أسفل المخ وتتصل بمنطقة تحت المهاد. تسيطر تحت المهاد على عمل الفص الأمامي للغدة النخامية في إفرازها للهرمونات الخاصة بالنمو والنضج الجنسي والتكاثر. وتنتج الخلايا العصبية بتحت المهاد بعض الهرمونات الخاصة بعمليات الولادة وتنظيم ضغط الدم. وتتحرر هذه الهرمونات من الفص الخلفي للغدة النخامية. تتكون الغدة النخامية من جزء غدي يشمل الفص الأمامي والأوسط، والجزء الغدي يفرز مجموعة من الهرمونات تنتقل إلى الدم مباشرة، وهي هرمونات النمو GH وهرمونات النضج الجنسي وتشمل FSH و LH، والهرمونات المنشطة للغدد الأخرى مثل TSH و ACTH، الهرمون المنشط لقشرة الغدتان القذريتان، والبرولاكتين وهو هرمون منشط للغدد الثدية. من الهرمونات التي يفرزها الفص الأمامي وتنبه الغدد الأخرى الهرمون المنبه للغدة الدرقية ويسمى TSH، وهو يفرز لكي ينبه الغدة الدرقية لإفراز هرمون الثيروكسين، الهرمون المنبه لقشرة الغدتان القذريتان، ويسمى ACTH، ويفرز هذا الهرمون لتنبيه قشرة الغدة القذرية لكي تفرز هرموناتها السكرية والمعدنية والجنسية. والهرمون المنبه لتكوين الحويصلة ويسمى FSH، وهذا الهرمون يؤثر على الخصيتين لتكوين الأنيبيبات المنوية والحيوانات المنوية، ويؤثر نفس الهرمون على المبيضين مسببا نمو حويصلة جراف لإنضاج البويضة. الهرمون المنبه لتكوين الجسم الأصفر ويسمى LH، وهذا الهرمون يحفز تكوين الجسم الأصفر في مبيض الأنثى، بينما عند الذكور هذا الهرمون مسؤول عن تكوين وإفراز الخلايا البينية في الخصية، وكلا الهرمونين مهمين لاكتمال عملية التكوين الجنسي للفرد. هرمون البرولاكتين ينبه الغدد الثدية على إفراز اللبن أثناء الرضاعة. يفرز الفص الأمامي للغدة النخامية أيضا هرمون النمو ويسمى BGH، وهذا الهرمون يتحكم في عمليات الأيض خاصة أيض البروتين، وبذلك يتحكم في نمو الجسم. وتفرز الخلايا العصبية الموجودة في منطقة تحت المهاد هرمونات تنتقل إلى الفص الخلفي للغدة النخامية، وتشمل هرمونين هما الهرمون المضاد لإضرار البول يسمى AGH، ويعمل هذا الهرمون على تقليل كمية البول عن طريق إعادة امتصاص الماء من الأنابيب الكلوية ويقصد بها النفرونات. كما يعمل أيضا على انقباض الأوعية الدموية مما يؤدي إلى رفع ضغط الدم، ولذا يطلق عليه الهرمون القابض للأوعية الدموية ويرمز له بالحرفين VH. الهرمون المنبه لعضلات الرحم ويسمى بالأكسيتوسين، وهذا الهرمون ينظم تقلصات الرحم ويزيدها بشدة أثناء الولادة، وذلك من أجل إخراج الجنين، لذا يستخدم في حالات الولادة المتعسرة. كما يؤثر هذا الهرمون أيضا على الغدد اللبنية لإفراز اللبن عند الولادة لإرضاع الطفل.